هي فاطمة بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيدة نساء العالمين. أمها أم المؤمنين خديجة ابنة خويلد، ولدت في 20 من جمادى الآخرة عام 5 بعد البعثة. نشأت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في بيت النبوة ومهبط الرسالة، فصحبت أباها من نعومة أظافرها، وشهدت كل أحداث الدعوة من بدايتها إلى ما بعد الهجرة، وكانت عليها السلام إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن فارقها. في 5 من عمرها فقدت أمها السيدة خديجة، فكانت تلوذ بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فوجدت عنده كل ما تحتاجه من العطف والحنان، كما وجد عندها الرعاية والاحتضان، فكانت تخفف آلامه، حتى قال عنها صلى الله عليه وآله: فاطمة أم أبيها. تعلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنته فاطمة عليها السلام تعلقا خاصا، لما كان يراه فيها من وعي وتقوى وإخلاص، فكان إذا أراد السفر جعلها آخر من يودع، وإذا قدم من السفر جعلها أول من يلقى. تزوجت السيدة فاطمة عليها السلام من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في ذي الحجة في السنة 2 بعد الهجرة. لها من الأولاد الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم.